إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن، إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. تحزن والله معك، تحزن والله معك، تحزن والقوة التي لا تغلب معك، تحزن والذي خلق عقلك معك، تحزن والذي خلق قلبك معك. لكن الحزن يأتي من باب أن العبد ينسى ربه ويغفل عن رقابته ويشقي نفسه بمعصية أو بمخالفة. خذوها يا إخواني، خذوها في العنصر السادس، التوبة. أي ذنب عندك الآن مضيق عليك، قل يا رب أنا في مكاني الآن أستغفرك وأتوب إليك. حتى لو ترغم إبليس، لو أن إبليس يسوي لك المعصية ويقول ستستمر فيها، قل أنا بأتوب أسبوع وتشوف إيش يدر عليك الأسبوع ذا من السعادة. قل مثلا عندك معصية مثلا جر ثوب، قل والله أن أرفع ثوبي الأسبوع ذا، وكلما ذكرت الذنب هذا والكبيرة هذه قل أستغفرك يا رب، أستغفرك وأتوب إليك، أستغفرك وأتوب إليك، أستغفرك وأتوب إليك. ثم توض وصل ركعتين. ما إن تتوضأ وتصلي ركعتين وتستغفر 70 مرة إلا ويشرح الله صدرك وييسر أمرك ويكفيك ما أهمك ويتولى أمرك، ولا ينتهي الأسبوع الذي حددته لهذه النفس الظالمة وهذه النفس المسيئة الذي قلت سأتوب أسبوع كمجرب. ما إن ينتهي الأسبوع ذا إلا وقد أذاقك الله طعم الطاعة وطعم التوبة. يا إخواني، من أسماء الله الواسع، فوسعوا صدوركم يا إخواني به، اشرحوا صدوركم به، اشرحوا صدوركم يا إخواني بباب الله الواسع، باب التوبة من المشرق إلى المغرب، باب لا يغلق إلا عند الغرغرة، باب لا يغلق إلا عند سكرات الموت، باب لا يغلق إلا عند قوله سبحانه وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. مثلا آخر، عندك تقصير في لحيتك أو والعياذ بالله قد وقعت في هذه الكبيرة وحلقتها، قل والله يا إبليس يا عدو الله، والله أن أرضي ربي لعله أن يرضى عني، والله أن أرضي ربي لعله يرضيني، فأنا راض بأمره ومستسلم لأمره، سأعفي لحيتي حتى لو أنت إبليس يسوي لك أن تستمر على هذه الكبيرة. قل يا إبليس والله أن أتوب هذا الأسبوع، خلني أجرب طعم التوبة وراحة التوبة وسعادتها دنيا وآخرة. أنا يا عدو الله يا إبليس اللعين لا أرضى أن ألقى الله حالقا، ولا أن يصلى علي صلاة الميت حالقا، ولا أن أدخل قبري وأسكن قبري حالقا، فوالله لأرضين ربي بإعفاء لحيتي هذا الأسبوع، والله لأطيبنها كما طيبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووالله لأكرمها كما أكرمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن أسرحها وأن تقر عيني بها وأن أتركها تسجد معي حينما أسجد. وترى وأيضا طول الأسبوع كرر أستغفر الله، أستغفر الله من تقصيري للحيتي، أستغفر الله من تقصيري، أستغفر الله من اعتدائي وحلقي هذه الشعيرة من شعائر ربي، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. إبليس يتقطع وأنت تتنعم، إبليس يتقطع ويتحسر وأنت تتنعم. أنت ترضي الله، الله يرضى عنك، الله يمسح سيئاتك، الله يبدلها حسنات، الله يرضى عنك كما أرضيته. ولا ينتهي الأسبوع إلا واللحية أغلى عندك من الدنيا وما عليها. لأن قبل أيام يا أخوان حاسبنا، أو قبل أشهر حاسبنا شابا وجدنا قد حلقها كذا وكذا آلاف المرات، فقلنا له كم دفعت، وجدنا قد دفع عشرات الآلاف، وذهبت حسرة عليه وضيقا في صدره. والإنسان حينما يتذكر هذا الباب الواسع يدخل منه. خذوا مثلا ثالثا، لو أن امرأة تنتف شعر الحاجبين فقالت
يا عدو الله يا إبليس كم أوقعتني في تغيير خلق الله، والله لأتوبن إلى الله توبة نصوحة. حتى لو تقول انت حددنا أسبوع، أنا ضامن بإذن الله، ضامن على من يحرك عيني، ضامن على من يحرك نبض قلبي، ضامن على الله أنك ما إن تتوب وتذوق طعم التوبة، وحتى لو حددتها قلت ما توب الأسبوع ذا فقط، ما إن تتوب وتصدق في هذا الأسبوع إلا ويملأ الله قلبك سعادة وراحة. ومستحيل مستحيل مستحيل بإذن من يحرك عيني وعينك أن تعود إلى المعصية بعد أن أذاقك الله حلاوة وذوق وطعم الطاعة، فإن الله شكور. ما إن تتوب إلا ويشكر سعيك وتوبتك ويقبل عليك سبحانه وتعالى. هو القائل سبحانه: كنت سمعه كنت بصره. خذوا مثلا رابعا: لو أن شخصا يستمع الأغاني وضيقت حياته، حتى والله يا إخواني التقيت بشخص بعد محاضرة وقد كتب لي في المحاضرة أنه يريد أن ينتحر، لكن رأى عنوان المحاضرة أعظم سعادة فقال: أنا بأحضر هذه المحاضرة إن وجدت سعادة وإلا فسأنتحر. وإن تنتحر والعياذ بالله إلى جهنم. وأسعده الله يا إخوان بهذه الروضة من رياض الجنة. ولذلك أدعوا للقائمين على هذا المخيم ولمن أذنوا بهذا المخيم ولمن شاركوا في هذا المخيم، فإنه يا إخواني يطفي حرائق النار، يطفي حرائق الحسد، يطفي حرائق المعاصي، يطفي يا إخوان غضب الرب. هذا حتى إن من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، وهذا العنصر السابع، الدعوة إلى الله. إذا أردت أن يكون الله في عونك كن في عون عباده. ما أن تكون في عون عاصي وتدعوه إلا ويكون الله في عونك، في عون 2 إلا يكون في عونك 2 في عون 10 إلا ويكون في عونك 10 مرات، في عون 100 إلا ويكون في عونك 100 مرة، في عون 1000 إلا ويكون في عونك 1000 مرة، ويضاعف 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 لك العون والتوفيق حتى تمشي به وتنام به وتسمع به وتعقل به وتفقه به وتعيش به وله ومعه وتكون معه ويتولاك. لا تحزن ولا تتطرق الحزن إلى قلبك ولا يتطرق الشقاء إلى قلبك. لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته، فأنزل الله سكينته. لا تحزن، لا تحزن إن الله معنا. لكن يا إخوان السر أن نكون معه. السر لا يرانا حيث نهانا، السر لا يرانا على معصية.